سلام بنات الميمات الغاليات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو يلقاكم بصحه جيده ان شاء الله يا ربي. هنا كما كتشوفوا جيت نشارك معكم واحد الكيكه ديال الدخول المدرسي البنات. الدخول المدرسي راكم عارفين الوليدات ما شاء الله راه بداو الدراسه ديالهم. هنا غادي نحتاجو بزاف ديال الوصفات للوليدات باش نقدروا نديروا لهم اللانش بوكس ديالهم. ايوا هادشي اللي كاين البنات، بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. كما كتشوفوا عندي هنا المول ديال السيليكون، كيكون هكا طويل، نتوما يمكن لكم ديروا في اي مول عندكم. هنا غادي نبداو بسم الله على بركه الله. غادي نضيفوا 3 البيضات البنات بدرجه حراره المطبخ متوسطين البنات، ما كبار ما صغار هاد البيضات اللي ضفت هنايا. غادي نضيفو قريصة د الملحة ضروري البنات من تصحيح الذوق. هنا يمكن لكم تضيفوا الفاني البنات، انا نسيت ما درتوش. وغادي نضيفوا كاس الا اسبوع البنات، كاس ناقص منه اسبوع. بغيتو تعمروا الكاس هذا كيبقى لكم اختياري على حسب الذوق البنات. ضفت كاس ديال السكر وكنخلطوا داك المكونات كاملين. كنخلط بالخلاط اليدوي البنات وكتطلع الكيكه زوينه. هادشي اللي كاين، ما كاين لا طراب كهربائي لا والو. منين كتبغي تطلع راها كتطلع بلا طراب كهربائي بلا والو. الحمد لله انا كنطلعها غير بالفوي اليدوي. من بعد ما طربنا البيض والسكر غادي نضيفو كاس ديال الزيت المائده البنات، وكنرجعو نخلطو نفس الطريقه. غادي نضيف كاس ديال الحليب البنات، يمكن لكم تعوضوه بالحك ديال دانون، انا ما كانش متوفر عندي درت كاس ديال الحليب ماشي مشكل، بحال بحال كنخلطو. وغادي ندوزو للنواشف البنات. كما كتشوفوا غادي نجيبوا واحد الشبكه ولا غربال ولا باش كتغربلوا الدقيق ديالكم. غادي نضيفوا الدقيق بالتدريج البنات، 2 دفعات حتى ل3 على حساب. هنا البنات بالنسبه للدقيق، كاين دقيق كيشرب وكاين دقيق ما كيشربش. عينكم ميزانكم البنات، لاحظوا معايا في الفيديو وغادي تشوفوا القوام ديال الكيكه كيفاش كيجي. من بعد ما ضفنا الدقيق غادي ندوزو نضيفو 3 ديال الساشيات ديال الخميره د الحلوه البنات الحمراء. انا هنا كنستعمل ديال العبار، كندير 3 د المعالقات. نتوما يمكن لكم تستعملوا العاديين. ديروا 3 ديال الساشيات ديال الخميره ديال الحلوه العاديين، معروفين عن التعريف ديال ايديال. اخر حاجه غادي نضيفو واحد المعلقه كبيره ديال الخل البنات، كتعطي واحد الهشاشه لهاد الكيكه غزاله. كما كتشوفوا كنخلطوا واحد التخليطه خفيفه. هانتوما كما كتشوفوا عندي هنا القوام ما خفيفش البنات نهائيا، راه
ثقيل شي شوية، موين ما ديروش خفيف وما ديروش ثقيل بزاف، بين وبين، باش كطلع الكيكة ديالكم إن شاء الله زوينة بالنتيجة اللي بغيتو إن شاء الله. عندي المول ديال السيليكون، دهنته بالزيت ورشيته بالدقيق البنات. كيبقى لكم الاختيار البنات بالنسبة للمول. أنا ضفت في هذا ديال السيليكون، يمكن لكم تضيفوا في أي مول كتحبوا. هنا غادي نضيفو دوك الطريفات ديال الشوكولا اللي هرست البنات. كما كتشوفوا هاد الطريفات ما كبارين ما صغار، غادي نديروهم فوق الكيكة ديالنا. هنا الفران ديالي البنات ديجا راني شعلت عليه باش يسخن. غادي نضيف الكيكة ديالي باش طيب عافية مهيلة. البنات راكم عارفين الطياب ديال الكيك. هنا من بعد ما طابت الكيكة ديالي كما كتشوفوها البنات، عطيتها حقها في الطياب، عافية مهيلة، طابت بشوية عليها. الحمد لله جات فنة البنات ومحمرة ما شاء الله. ايوا نتوما كما كتشوفوا كتحيد بسهولة من داك المول. غادي ندوزو نزينوها البنات. يمكن لكم تزينوها باش ما بغيتو ولا الشكل اللي بغيتو البنات. هنا انا عندي الشكلاط، غادي ندير له واحد الشكل بهاد المنجارة ديال بطاطا باش كينجرو القشر ديال البطاطا كما كتشوفوا على هاد الشكل. كيعطينا واحد الشكل اللي هو جميل وكنزينو به الكيكه ديالنا. هنا من بعد ما درت الكميه اللي غنحتاجها البنات كامله، غادي ناخدو واحد شويه ديال العسل ديال الليمون البنات. يمكن لكم دهنوا باش ما بغيتو البنات. انا كنت متوفر عندي هاد العسل ديال الليمون، هو باش غادي ندهن وغادي نضيف عليه دوك طريفات ديال الشوكولا. كما كتشوفوا البنات جات ما شاء الله الكيكة محمرة غزالة ومفشفشة. جات ما شاء الله واحد اللذة يا سلام. الوليدات ما شبعوش منها صراحة، عجبتهم بزاف. كتعجبهم شي حاجة اللي كتكون هكا سامبل، وعليها الشكلاط من الفوق. واحد المذاق يا سلام البنات. كما كتشوفوا غادي نقطع الكيكة ديالي وغادي تشوفوا كيف جات من الداخل. جات صراحة زوينة بزاف والمذاق يا سلام. وهنا الفيديو ديالنا كيكون سالا. كنتمنينا الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. شكرا لكم جميعا. ما تنسونيش من لايكات واشتراك في القناة فضلا وليس امرا. ومرحبا بالناس اللي دخلوا عندي جداد. وشكرا للمتابعين ديالي والمتابعات ديالي اللي متابعيني في هذه القناة. الى فيديو اخر ان شاء الله.